السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعين قناة أرشيف باسم كتكوت والفنان السوري نصيف زيتون. يسعد لي أوقاتكم جميعا حبايب قلبي. فيديو اليوم: الموت يؤلم نصيف زيتون بعد زواجه، الحياة تاخد منا أجمل النفوس. فجع الفنان السوري نصيف زيتون بوفاة فتاة كانت من أبرز الداعمين ليه، ونعاها بكلمات مؤثرة. وفي التفاصيل كتب نصيف على حسابه عبر موقع اكس قائلا: الحياة أحيانا تاخد منا أجمل النفوس قبل أن نعطيها كل الحب الذي يستحقونه. علمت اليوم بفقدان واحدة من أصدق الداعمين الذين أحبوني ودعموني دايما، وأضاف: قلوبنا معها ومع أسرتها في هذه اللحظات الصعبة راح تبقى ذكراها معي دايما، وروحها الطيبة حافظة ليا لإكمال الطريق. الله يرحمها ويسكنها فسيح جنتها. الحياة تاخد منا أجمل النفوس قبل أن نعطيها كل الحب الذي يستحقونه. علمت اليوم بفقدان واحدة من أصدق الداعمين الذين أحبوني ودعموني دايما. قلوبنا معاها ومع أسرتها في هذه اللحظة الصعبة راح تبقى ذكراها معي دايما، وروحها الطيبة حافظة ليا لإكمال الطريق. الله يرحمها ويسكنها فسيح جنته. طبعا يا جماعة، الصديقة دي صديقة جزائرية من الجزائر، وصديقة معايا أنا كمان أيضا على حساب الانستجرام. تمام. امبارح شفت قصة اللي كانت منزلاها اختها على حساب الانستجرام. فببص كده لقيتها كاتبة يعني صاحبة الحساب الله يرحمها وكده، والناس تدعي لها بالرحمة. المهم دخلت حكيت معاها وكده وعرفت ان اختها توفت، واتأثرت بالموضوع جامد، وقعدت ادعي لها وقلت لها لو محتاجة اي حاجة يعني اعتبرينا ان احنا اخوات، او في اي حاجة تأمريني وكلام من دوت. وحاولت ان انا اكبر بخاطرها على قد ما اقدر. فاللي توفت ديت هي صديقة، هي من الداعمين لنصيف زيتون من الجزائر، وصديقة معي على الانستجرام ايضا. فياريت يا جماعة ندعو لها بالرحمة، وان ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جنته من غير حساب يا رب العالمين. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.